كده اكون خلصت معاكم العدس. حطيت طبعا على الوش زبدة، معلقة زبدة وشوية كمون، وهنا الفتة بتاعة العدس معاكم، وطبعا وريتكم الشوربة. لو عجبتكم الوصفة اشتركوا في قناتي وما تنسونيش باللايك وتدعموني، وبألف هنا وشفا. انا صبيت معاكم كوباية شوربة العدس الجميلة اللي بتدفي في جو الشتاء بالشكل ده. لونها هيعجبكم جدا، ده غير الطعم. كده احنا عملنا الشوربة، هنعمل بعد كده العدس اللي بالشعرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ شفتوا الألوانات الحلوة الجميلة دي؟ طبعا أكيد فزرتوا كده وحذرتوا وقلتوا أنا هعمل ايه النهاردة. أنا هعمل معاكم العدس الأصفر بكل تكاته الحلوة الجميلة اللي هتعجبكم. يلا نشوف الطريقة. حلة على النار، حطيت فيها المية على قد مقدار العدس اللي عندك، وعندي هنا نص كيلو عدس أصفر. هننزل بيها بالشكل ده في المية، وبعدين هننزل بكل المقادير اللي عندنا دي في قلب الحلة بالشكل ده. حطينا طبعا كل المكونات اللي عندنا، نص كيلو عدس، وحطيت حوالي كيلو الا جزرية او جزرتين جزر، وحطيت معايا نص كيلو طماطم، وحطيت بصلتين حلوين كده، وحطيت حوالي 6 فصوص توم. هسيبهم على النار لحد ما يغلوا وبعدين ارجع لكم تاني. هنا خلاص العدس بتاعنا هطفي عليه. هتعرفي ازاي اذا كان استوى؟ هتبصي لحبايه العدس هتلاقيها بقت بالمنظر ده، باشت خالص. هتمسكي الجزرايه بالشكل ده وتشوفيها استوت ولا لا، بتدوسي عليها كده بالمعلقه وبالسكين تلاقيها اتقطعت معاكي بالمنظر ده. كده يبقى عندك العدس استوى بالشكل ده. هسيبه طبعا يبرد خالص، ما ينفعش ان انا احطه في الخلاط وهو سخن قوي. هنا خلاص العدس معايا برد زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هاجي بالمنظر دوت احطه في قلب الخلاط، شفشق الخلاط علشان نضربه ضرب كويس. طبعا في ناس بتعمله بالهاند بلندر، مفيش اي مشاكل خالص، بس انا بحب الطريقه دي علشان اي رواسب بتبقى موجوده فيه بتطلع وانتي بتعمليه في الخلاط. بعد طبعا ما هتعمليه في الخلاط هنصفيه بالمصفى عادي. انا طبعا بعمله بطريقه جدتي العاديه القديمه خالص، لان دي احسن طريقه انا بحبها في العدس. في ناس بتشوحه وفي حاجات كتير جدا وطرق كتيره قوي ظاهره اليومين دولت عشان العدس، بس انا بحبه بالطريقه دي. هنضربه بالشكل ده. هجيب معايا طبعا مصفى بالشكل ده واحط فيها العدس كده. هكمل بقية المقدار معاكم كله وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا خلاص خلصت معاكم المقدار، صفيتها تصفية كويسة جدا بالمصفى بالشكل ده. وادي الرواسب اللي بقول لكم عليها، انا ما بحبهاش تبقى في قلب العدس، حتى لو عملتها بالهاند بلندر بتبقى برضو باينة، فبتبقى بتطلع كده في الاكل وانت بتاكليه ممكن تقرفي منها، انما كده يبقى صافي خالص. ده غير الطعم بقى اللي هتدوقوه. شايفين اللون عامل ازاي؟ اللي عاوز يشربها شوربه ممكن تتشرب كده عادي بعد ما بتتحط على النار شويه، اما اللي عايز يشربها بشعريه تعالوا وانا اقول لكم نعمل ايه. حله على النار، تحط فيها شويه زيت. الزبده دي طبعا هحطها في الاخر. وعندي هنا العدس طبعا هننزل بيه كده. هننزل على العدس بقلبين ماجي، بتدي طعم حلو قوي مع العدس. ونديله فرصة بس انها تغلي وبعدين نظبط طعمها.
كده عندي حطيت العدس على النار وبدأ ياخد غلوة اهي بسيطة. طبعا عندي هنا البهارات اللي انا بحطها في العدس اللي بتدي طعم حلو جدا وتوديكي لحتة تانية خالص. الملح وحبة الفلفل والكزبرة والكمون، معلقة كاري، معلقة بابريكا، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر. هنحطهم بالشكل ده على العدس. هيغلي غلوتين معايا وهندوق الحدق بتاعه وهتشوفي العدس معاكي طعمه هيبقى عامل ازاي. هيغلي بس غلوتين. لو عايزة تعمليها شوربة خلاص هي كده بقت شوربة وجاهزة جدا ان انتي تشربيها بالشكل ده. انما لو عايزة تعمليها بشعرية هعملها معاكم حالا بالشعرية. يغلي بس غلوتين. هنا كمان العدس جهز معايا بالشكل ده. كده هيبقى شوربة. بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، ده غير الطعم حاجة تدفي في جو الشتاء الجميل ده. هنا هتروحوا حاطين في كوباية كده وتشربوها بألف هنا وشفا. طبعا هنا هعمل معاكم العدس اللي بالشعرية حالا دلوقتي. هنا قطعت معاكم عيش بالشكل ده عشان هنعمل الفتة بتاعة العدس. حطيت معلقة زبدة وحطيت عليها كام فص توم حسب الكمية بتاعة الفتة اللي انت هتعمليها بالشكل ده. واول ما التومة تصفر شوية عن كده هنحط عليها شوية الخل وسنة من الفلفل الاسمر وسنة من الكزبرة. انا اسفة جدا طبعا على الصوت اللي واصل لحضراتكم في الفيديو، بس حماتي ما بتعرفش تتفرج على التلفزيون غير لما بيكون الصوت عالي. طبعا حضراتكم عارفين الناس الكبيرة، ربنا يديكم الصحة والعافية ويعافي الناس كلها يا رب. كده هيبقى معانا سنة فلفل بسيطة وسنة من الكزبرة كمان الناشفة بتدي طعم حلو جدا معانا في الفتة اللي احنا هنعملها بالشكل ده. كده التومة اول ما دخلت معايا في اللون ده هحط معاكم شوية خل. الشتا معانا يعني دفى، تعملي لولادك الحاجة اللي تدفيهم عشان البيت يتملي ريحة حلوة. الام في البيت حاجة كبيرة جدا صدقوني يا جماعة، مش انها تشخط وتنطر وتقولي لولادها ده صح وده غلط وبس، لا. بالشكل ده هياخد غلوة واحدة بس وبعدين انزل بيه على العيش بالشكل ده. هنطفي عليها وننزل بيها على العيش بتاعنا اللي احنا قطعناه بالشكل ده. هنقلبها تقليبه بسيطه كده بحيث ان العيش ياخد كل الخل بالتومه بتاعتها. وهوريكم بعد كده هنحط عليها العدس على طريقتين. الطريقه الاولانيه هتشوفوني هعملها ازاي. كده العيش اتبل خلاص كله بالتومه والزبده والفلفل والكزبره. المرحله الاولى معايا هنا ان انا جبت معلقه الزبده وحطيتها مطرح التومه اللي انا عملتها بالشكل ده. مسافه انها تاخد انها تسيح شويه كده هجيب معايا معلقه كبشه من العدس بالشكل ده. الكبشه بتاعه العدس اللي انا حطيتها دي او الكبشتين على قد مقدار العيش كده. الحركه اللي انا بعملها دي بعملها علشان خاطر حبه الزبده الصغيرين مع كبشتين العدس هما اللي هيتحطوا على العيش نفسه، فهيدوا طعم حلو قوي للعدس بتاعك وانتي بتاكليه. اهو مسافه ما خد غلوه واحده بس هطفي عليه وانزل بيهم على العيش بالشكل ده وهتقلبي. هي دي المرحله الاولى اللي انا بقولك عليها قبل ما تاكلي. المرحله التانية بقى اللي انا بعملها ان انا بحط العدس على العيش من غير اي حاجة تانية. خلاص هو فيه الزبدة وفيه الثوم وفيه كل حاجة،
في ناس بتحمص العيش، دي طريقة حلوة جدا، انا ساعات برضو بحمصه، بس انا عشان عاملة الفتة دي لحماتي، عاملاها طرية، لان عشان انتوا عارفين الناس الكبيرة سنانها بتبقى صعبة ان هي تاكل حاجة مقرمشة او حاجة ناشفة على اسنانها، فعملتها بالطريقة دي علشان العيش يبقى طري. تمام. انما لو انت يعني مش حد عندك كبير في السن عايزة تعملي العيش مش طري، ممكن تحمصيه في قلب زبدة او في البوتاجاز او في حبة زيت على النار، هيديكي طعم تحفة بالشكل ده. الجزئية التانية اللي انا هعملها ان انا هشيل من الحلة على طول على الفتة بتاعت العدس، وكده هتبقى الفتة معايا. هنا هنعمل معاكم العدس اللي بالشعرية. حطيت شوية زيت ذرة على النار في حلة وعليها معلقة ملح، وعندي هنا الشعرية هنزل بيها بالشكل ده. ما تحاوليش تكتري الشعرية قوي عشان العدس ما يتقلش منك، لان لما بيتقل قوي العدس ما بيديش طعم حلو زي ما انت عايزة. هنا حطيت كوباية الشعرية، وعلى قد العدس اللي معاكي هتحطي مقدار الشعرية معاكي بالشكل ده. هحمر فيها لحد ما لونها يبقى ذهبي، وبعدين ارجع لكم. هنا عملت معاكم الشعرية وبقى لونها بالشكل الجميل ده، اللون الذهبي الحلو ده. هنزل عليها بالعدس بتاعنا كده زي ما قلت لكم. ما تحاوليش تكتري الشعريه قوي، لانك لو كترتي الشعريه العدس بيبقى تقيل، انما حبه الشعريه الصغيرين على قد العدس بتاعك اللي عندك، علشان الحاجه تبقى خفيفه وتعرفي تاكليها وتستمتعي بطعمها. هتاخد بس معانا غلوه واحده، وهنطفي عليها على طول، لان الشعريه ما بتاخدش اي سوا، هي غلوه واحده وبنطفي عليها بالشكل ده. وبكده خلاص الشعريه مع العدس خدت غلوه. هي طبعا انا عماله اقول لكم عشان ما يتقلش منكم يا تقلت مني شويه، بس انا عندي استعداد ان انا اخفها شويه بحبه عدس كمان. غلوه واحده بس كده خلاص، وهطفي عليها وهغطي.